خديجة الزياني، مستشارة جمعية ببلدية الفنيدق. نحن الآن في هذا المكان بالضبط، في هذا الفندق، مع فدرالية الرابطة الديمقراطية لنساء المغرب، من أجل حضور هذه الندوة الوطنية التي تحمل هذا العنوان الكبير من أجل تفعيل عملي للمناصفة ومحاربة التمييز. فعلا احنا كمستشارة جمعيات كنحسوا بأننا عدم وصولنا لتحقيق مناصفة أو على الأقل ثلث الجماعات المحلية، فهذا يعتبر في حقيقة الأمر واحد الإهانة في حق المرأة اللي هي كتمثل أكثر من نصف المجتمع بالنسبة لعدد السكان، وبالتالي فيما يخص الوصول إلى مراكز صنع القرار أو مشاركتها في هذا صنع القرار فإن نسبتها تبقى ضئيلة جدا بمقارنة مع الرجل. وهذا في الحقيقة يحدث في أنفس كل النساء المغربيات الغيورات على وطنهن المغرب الحبيب. هذه الندوة عندها أهمية قصوى في نفوسنا، ومن هذا المنبر نشكر فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة اللي دائما كتتيح لنا الفرصة واللي هي المدعم الأساسي لنا نحن كنساء اللي على يدها تربينا وعلى يدها تكوننا بغض النظر عن الأحزاب، ونقولها بكل صراحة اللي كنسميو حنا قليلة. عطاتنا دعم قوي، تكوين كبير، و استطاعت أنها تمكننا من أننا ننبشر عملنا السياسي داخل جماعتنا المحلية، سواء في مواقعنا كمعارضة أو بالنسبة للأخوات اللي هن في السير. هنا كنقول بأن هذا موضوع كبير وكبير جدا، وهنا كنوضع النوم ديالي للحكومة لحد الآن لانتخابات كما يروج أن باقي لها 6 شهور باش غتكون الانتخابات الجماعية والجهوية، وفيما يخص القوانين التنظيمية لا الانتخابات الجماعية ولا الانتخابات الجهوية ما تنزل حتى شي قانون وما تصرح عليه في البرلمان، وهذا يعتبر وصمة عار الحكومة. وكذلك فيما يخص تفعيل وتنزيل الدستور على أرض الواقع. وهنا كتستحضرني المقولة اللي قالتها الآن أمينة بوعيش، أنها تنقص الإرادة الإدارية الحقيقية للحكومة في تفعيل المناصفة اللي احنا في الحقيقة كلنا محتاجين لها كنساء من أجل أننا ندفعوا بهذه العجلة التنمية بلادنا. وهنا كذلك كنستحضر هذه اللائحة الأخيرة اللي جات في عزل واحد المجموعة ديال الرجال بالخصوص اللي كانوا رؤساء الجماعات المحليه ونوابهم، وكنحمد الله ان ما كانت حتى شي امراه في هذه اللائحه، مع العلم كاين واحد قله قليله النساء اللي كيسيروا في الجماعات المحليه المغربيه. وهنا كنقول ان لو انهم يتيحوا الفرصه للمراه غادي يشوفوا ان المراه على من قدها ومش انها تقدر تعمل.